شخصية مواطن ممكن تكون أكتر شخصية فوضوية ومحبوبة في مدينة ناجي ريداتير، ويمكن كمان في سلسلة كارز كلها. لكن هنا في المسلسل بتاع كارز كشف لينا معلومة محدش كان متوقعها خالص. مواطن أصلا جاي من عيلة غنية جدا، ومش غنية بمعنى مرتاحة ماديا فقط، لا احنا بنتكلم هنا عن عيلة عندها قصور وأراضي ومهووسة كمان بالاتيكيت والتلميع والمحافظة كمان على المظاهر. عرفنا المعلومة دي في حلقة من حلقات المسلسل، وبصراحة كانت مفاجأة كبيرة جدا. لكن الكشف ده بقى فتح باب لسؤال أكبر: ليه ماطم ساب كل ده وراه؟ والأهم من كده، إيه اللي خلاه يسيب حياة الرفاهية والغنى ويختار في النهاية يعيش سعيد وسط الصدى في ساحة الخردة بتاعته في نجع ريداتير؟ الموضوع طلع فيه أكتر من تفسير ممكن، وأيوة بعض التفسيرات دي أعمق بكتير مما تتخيل. وأول سبب منهم ممكن يكون مجرد بداية لقصة أكبر بكتير عن ماضي ماطم. أول نظرية بتقول إن ماطم ما هربش من الراحة، هو هرب ناحية الحرية. بمعنى تاني، ممكن يكون ساب العيلة دي لأن أسلوب الحياة الراقي بتاعهم عمره ما كان مناسب أصلا للشخصية بتاعت ماطم. عيلته كانت بتركز على الاتيكيت والهيبة والتقاليد والمحافظة كمان على المظهر المثالي طول الوقت. وانت هنا لو جيت بصيت على ماطم هتلاقي انه عمره ما كان مناسب للعالم ده اصلا. في الاول والاخر عربيه ماطم عربيه سحب بتحب تمشي بالمقلوب زي ما بنشوف، غير كمان ان هو بيهزر طول الوقت وبيعمل كمان مقالب. فالاكيد يعني ان هو مش من النوع اللي بياخد الامور بجد شويه. ومش بس كده، حتى شكله كان مختلف عن باقي افراد العيله. انت هنا بتتكلم عن ماطم عبارة عن عربية سحب بسيطة وسط مجموعة من العربيات الفخمة والأنيقة وكمان اللي بتلمع. ولما تبص على أخته ماطو الفرق بيبان أكتر بكتير. ماطو عربية كلاسيكية فخمة جدا، وفي ناس بتتوقع إنها مبنية على موديلات من الخمسينات، عندها مرايات كبيرة فوق الكبوت وتصميم أنيق جدا، وبتجسد كل معاني الفخامة والروكي اللي عيلتهم كانت مهتمة بيها. وده بقى بيخلي شكل ماطم كعربية سحب بسيطة يبان إن هو مختلف أكتر وسطهم. صحيح ماطم في شبابه كان شكله جديد ونضيف قبل ما الصدى هنا يغطيه مع السنين، لكن في كل الأحوال كان دايما الشخص المختلف وسط العيلة. لكن لما كان ماطم واقف جنبها كان واضح جدا انه جاي من عالم تاني خالص، والموضوع مش مجرد اختلاف في الشخصية، حتى شكله نفسه كان كأنه ما ينتميش لنفس البيئة اللي هي عايشة فيها عيلته. ولو بصينا على أفراد عيلة ماطم الممتدة هنلاقي إن الفرق بيبقى أوضح كمان. ماطم عنده مجموعة من أولاد العم والأقارب في عالم كارز، والشخصيات دي دايما بتلاقي نفسها متورطة في مشاكل أو مواقف فوضوية وغريبة، زي لما اتعلموا يسوقوا بالمقلوب عشان خاطر يتغلبوا على متنمر يسمى بوبا. الأقارب دول بيساعدونا نفهم صورة أكبر عن أصل ماطم، لأن ماطم جاي من سلالة مليانة شخصيات غريبة شوية وعفوية ومش مهتم أوي بالمظاهر. وده بيخليه يبان شخص مش متوافق تماما مع عيلة مهووسة بالروكي والاتيكيت والتقاليد. ووفقا بقى للنظرية دي، ماطم كان شايف مستقبله هيبقى عامل ازاي لو فضل في البيت اللي اتولد فيه. حفلات رسمية طول الوقت وقواعد صارمة للاتيكيت، وطبعا مش هيدوق أي نوع زيت عادي، لازم يدوق أنواع زيوت فاخرة وكل التفاصيل المتكلفة دي. وساعتها ممكن يكون قال لنفسه الحياة دي مش شبه خالص، ما ينفعش تحط عربية سحب بسيطة وسط عيلة معمولة أساسا علشان خاطر تتعرض في معارض العربيات الفخمة. ولما جت الفرصة هنا أخيرا إنه يسيب الحياة دي وراه، خرج للطريق المفتوح من غير أي تردد. لأول مرة في حياته محدش كان بيراقبه، محدش بيصحح ليه كل تصرف بيعمله، ومحدش بيحاول يشكله أو يغيره علشان خاطر يبقى شخص تاني غير نفسه. أكيد الإحساس بالحرية وقتها كان حاجة ضخمة جدا بالنسبة له، بس بالمعنى الحلو، لدرجة إنه بعد ما ساب المكان ده عمره ما فكر يبص وراه تاني. وبصراحة النظرية دي منطقية جدا بالنسبة ليا. صحيح ماطم واخته كانوا باينين كأخ واخت طبيعيين جدا في حالة الفرح بتاعها، لكن ماطم كان لسه مختلف عن كل اللي حواليه بأكتر من طريقة. أكيد طبعا كان مليان صدى لما رجع يزور عيلته، لكن الموضوع كان أعمق من مجرد شكله الخارجي. فأسلوبه البسيط وحبه كمان للمغامرات وعدم اهتمامه نهائيا إنه يتوسخ أو يبهدل نفسه، كل الحاجات دي ما كانتش مناسبة للصورة الأنيقة واللامعة اللي عيلته عايشة بيها. وبصراحة لو كنت مكانه كنت هحس بنفس الشعور. كان هيبقى صعب جدا اقنع نفسي ان انتمي لمكان واضح انه ما بيعبرش عن شخصيته ولا عن حقيقتي نهائيا. لكن دلوقتي نروح للنظرية التانية اللي بتحاول تفسر ليه ماطم ساب عيلته الثرية واختار يعيش حياة الصدى والبساطة في نجع ريداتير. ودي يمكن تكون نظرية أكتر دراما شوية، لكن بصراحة كل ما تفكر فيها أكتر كل ما تحس إنها مقنعة بشكل غريب. ده من النوع اللي يخليك تقف شوية وتسأل نفسك، هو ممكن يكون في حاجات كتير عن ماضي ماطم إحنا ما نعرفهاش؟ الفكرة هنا إن ماطم ما سابش عيلته بإرادته، بالعكس ممكن يكون حصل حدث ضخم قلب حياته كلها، حاجة حصلت قدام الناس
وحاجة عيلته الغنية ما قدرتش تتجاوز الإحراج اللي سببه. يمكن كان حادثة كبيرة أثناء حفلة راقية مثلا، أو يمكن خبط عربية أثرية نادرة جدا وعمل لها تلف. فأيا كان اللي حصل، النتيجة كانت إحراج ضخم للعيلة بتاعته. والغريب ان لما نبص على افلام سلسله كارز والمسلسلات والقصص الجانبيه هنلاقي فعلا شويه ادله بتدعم الفكره دي، لان مواطن معروف اصلا انه بيقع في اخطاء كبيره بسبب خفه دمه والسذاجه بتاعته في نفس الوقت. والمزيج ده بقى بيسبب فوضى كتير جدا على مدار السنين. في قصص كتير اتوصف مواطن انه كان شخصيه متعبه شويه للي حواليه، دايما بيعمل مقالب وبيهزر في اسوأ توقيت ممكن، ويلعب في حاجات العربيات التانية لمجرد التسلية. وطبعا عندنا المثال الأشهر في فيلم كارز 2 لما مواطن افتكر هنا إن السوشي عبارة عن آيس كريم بالفستق، وخلال حدث دولي ضخم مليان متسابقين وصحفيين وإعلام من كل أنحاء العالم أكلوا قدام الجميع عادي جدا، والموقف اتحول لإحراج علني كبير جدا ومؤلم في نفس الوقت. والمشكلة إن الغلطة الصغيرة دي كانت بداية لسلسلة مشاكل أكبر بسبب سوء الفهم والسذاجة بتاعته المعتادة. وده بيأكد قد إيه مواطن ممكن يسبب فوضى من غير ما يقصد لما يكون تحت ضغط أو في مواقف مهمة. حتى باري بنزين بنفسه رغم انه بيحب ماطم جدا اعترف اكتر من مرة ان ماطم عنده موهبة غريبة في جذب الكوارث والمشاكل. ولما تجمع كل الحاجات دي مع بعض بيبقى سهل تتخيل ان حادثة واحدة ضخمة ومحرجة جدا ممكن تكون كانت القشة اللي قصمت ظهر البعير بالنسبة لعيلته المهووسة بالسمعة والمظاهر. ووفقا بقى للنظريه دي ممكن ماطم يكون عمل واحده من اشهر الكوارث بتاعته المعتاده، بس المره دي ما كانتش مجرد غلطه بسيطه او موقف محرج عادي، دي كانت حادثه بوظت مناسبه مهمه جدا للعيله بتاعته، مناسبه كانوا مهتمين بيها بشكل كبير، ولانهم اصلا كانوا مهووسين بنظره الناس ليهم الحادثه دي اتحولت لنقطه اللا عوده. بدل ما يحاولوا يفهموه او يتقبلوا انه ببساطه شخص مختلف ومش مناسب للعالم المثالي اللامع اللي عايشين فيه، قرروا يبعدوه عنهم لانهم اقتنعوا انه عمره ما هيقدر يلتزم بالمعايير اللي هم حاطينها. وفي نظرهم ماطم ما كانش مجرد شخص فوضوي او مهمل، كان يعتبر عبء ومصدر خطر على سمعة العيلة كلها. وبالنسبة لماطم برضو فكرة انه يتم رفضه بسبب حاجة هي جزء من شخصيته وطبيعته ممكن تكون كانت الدفعة الأخيرة اللي خلته يسيب كل حاجة ويمشي في الطريق المفتوح ويوصل في النهاية للحياة اللي كان مقدر ليه انه يعيشها من البداية. وبصراحة اقدر اشوف ليه النظرية دي برضو منطقية شوية، لان مواطن فعلا شخصيه فوضويه كفايه ان حادثه كبيره تحصل بسببه، ومش هتبقى حاجه خارجه عن شخصيته. لكن من بين كل النظريات اللي اتكلمنا عنها دي اقل نظريه انا مقتنع بيها الصراحه، والسبب بسيط، انا مش شايف ان عيله مواطن من النوع اللي ممكن تطرده او كمان يبقى بالنسبه لهم منبوذ. صحيح هم ناس راقيه ومهتمين بالمظاهر والمكانه الاجتماعيه، لكن لو بصينا على اخته ماتو هنلاقي ان هي مرحه ونشيطه جدا، وبصراحه عندها شويه جنون وعفويه هي كمان، ومع ذلك فضلت عايشه وسط العيله بشكل طبيعي جدا. وكمان في نفس الحلقه لما ماطم رجع البيت ما كانش في اي مشاعر كراهيه او توتر بينه وبين عيلته، بالعكس تماما، الكل كان باين عليه انه سعيد فعلا بوجوده ورجوعه، وده يمكن يكون ما مشيش ابدا مع الفكره ان هم طردوه او نفوه بسبب غلطه عملها في الماضي. اما بقى بالنسبه للنظريه الاخيره والاخيره فعلا فهي بتقلب بقى القصه كلها راسا على عقب، بدل ما ماطم يكون وصل انه راجع لداتير بالصدفه او بحكم القدر، النظريه دي بتقول ان عيلته اصلا كانت بتملك شركه السحب هناك قبل ما ماطم يوصل بسنين. بمعنى تاني نرجع لداتير ما كانتش مجرد مدينه عشوائيه انتهى بيه المطاف فيها، دي كانت جزء من إرث عيلته من الأساس. ووفقا للفكرة دي ماطم كبر وسط الثراء والفخامة والتوقعات العالية داخل القصر العائلي، لكن كل القصص اللي كان بيسمعها عن راجع لداتير كانت بتشد انتباهه بشكل كبير، لأنها كانت بتمثل كل حاجة عكس حياته تماما، الحرية والبساطة والصدق ووجود مجتمع حقيقي مترابط. ممكن تكون عيلته كانت مالكة لساحة السحب هناك كاستثمار جانبي أو كجزء من علاقتهم القديمة بالمنطقة، لكن محدش منهم كان مهتم بالمكان ده بنفس الدرجة اللي كان ماطم مهتم بيها. والفكرة دي برضو منطقية جدا، لأنه حتى لو أغلب أفراد عيلته عربيات فخمة وفاخرة، فمجرد إن ماطم نفسه عربية سحب بيدل إن مهنة السحب كانت جزء من تاريخ العيلة في وقت من الأوقات. وعشان كده مش هيكون مستغرب لو ماطم ما كانش اول عربيه سحب في شجره العيله، لكنه كان اول واحد فعلا يفتخر بالجزء ده من تاريخهم ويتمسك بيه. واللي بيخلي النظريه دي يمكن تكون مقنعه اكتر كمان هو قد ايه ماطم مناسب بطبيعته لدور اداره ساحه السحب، كأن حب السحب والخردة والحياه البسيطه دي مكتوب في حمضه النووي من الاساس. طول احداث عالم كارز ماطم دايما بيبان عنده ارتباط طبيعي جدا بنجع لداتير وبالشغل اللي بيعمله هناك، سواء كان بيسحب العربيات اللي اتعطلت على الطريق او بيساعد في الحفاظ على سير الحياه في المدينه بشكل طبيعي. الحماس والراحه اللي بيشتغل بيهم بيخلوا الموضوع يبان كانه ما وقعش على الحياه دي بالصدفه، بالعكس ممكن يكون اتربى وهو بيسمع قصص عن ساحه السحب دي من زمان جدا قبل حتى ما يشوفها بعينه.
وممكن تكون عيلته الثريه اللي كانت مهتمه بالمكانه الاجتماعيه والهبه مالكه مشروع السحب ده كاستثمار عملي وبس، حاجه بتجيب فلوس مش حاجه كانوا مهتمين بيها او مرتبطين بيها عاطفيا. وده ممكن يفسر ليه ماطم كان الشخص الوحيد اللي احتضن الجزء ده من تاريخ العيله فعلا، لان في الوقت اللي عيلته كانت شايفه مجرد مشروع او بيزنس، ماطم كان شايف بيت مستنيه. ولما ماطم زار نجع عدتير لاول مره كان كل حاجه هنا بدات تركب على بعضها. لاول مره ما حسش انه غريب، ما حسش انه مختلف عن اللي حواليه، بالعكس حس انه اخيرا في مكانه الطبيعي. الطرق الترابيه والسكان الاغراب واللطاف واسلوب الحياه الهادي والبسيط وروح المدينه نفسها، كل ده كان بالظبط الحاجه اللي كانت ناقصاه طول عمره. وعشان كده بدل ما يختار القصر والحياه الفاخره اللي عمره ما حس انه مناسب ليها، اختار ساحه السحب اللي كانها كانت مستناه من البدايه. وليه يرجع اصلا لعالم مليان توقعات وضغوط وهو لقى المكان الوحيد اللي حاسس انه معمول مخصوص علشانه؟ وبالنسبه ليا شخصيا من كل النظريات اللي اتكلمنا عنها في فيديو النهارده، دي اكتر نظريه مقتنع بيها، وبعدها مباشره النظريه الاولى. زي ما قلت قبل كده، انا مش مقتنع ان عيله مواطن بصراحه تردته لمجرد انه مختلف. انا شايف ان هو اللي اختار يمشي لانه ببساطه كان معمول لحياه مختلفه، حياه تناسب شخصيته اكتر، حتى لو ما كانتش الحياه اللي اي حد تاني كان هيختارها. نجا عدتير ادته حاجه العالم الثري عمره ما قدر يديها له، ادته السعاده وادته هدف كمان يعيش عشانه، وادته احساس حقيقي بالانتماء. واكتر حاجه بحبها في قصه ماطم ان هي بتتكلم عن انك تختار تكون نفسك بدل ما تحاول تبهر الناس. ماطم ما كانش محتاج ثروه علشان خاطر يحس انه شخص مهم، وما كانش محتاج مكانه اجتماعيه علشان يفتخر بنفسه، وما كانش محتاج عيله مثاليه علشان يحس انه محبوب. كل اللي كان محتاجه هنا هو نجا عدتير، المكان الوحيد اللي حس فيه انه فعلا في بيته. وبالنسبه ليا دي اهم رساله في قصه ماطم كلها. مش لازم حياتك تبقى مثاليه او شكلها لامع من بره علشان خاطر يكون ليها معنى، ومش لازم نسخة السعادة اللي تناسب الشخص التاني تكون هي نفسها اللي تناسبك. الأهم إنك تلاقي المكان والناس اللي تحس وسطهم إنك فعلا بتنتمي. لكن دلوقتي عاوز بقى أعرف رأيكم أنتم، إيه النظرية اللي شايفينها فعلا إن هي بتفسر سبب ترك ماطم لعيلته الثرية؟ هل واحدة من النظريات الثلاثة اللي اتكلمنا عنها في فيديو النهارده، ولا عندكم نظريات تانية مختلفة تماما؟ كالعادة بقى استنى رأيكم في الكومنتات، ولو وصلت لحد هنا أول مرة على القناة ما تنساش سبسكرايب شير كومنت تراك عشان يوصلك كل جديد أول بأول، وأشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.